طريقة تغيير باسورد راوتر اورنج الجديد الفي اس ال موديل اتش 188 ايه. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير باسورد الراوتر اللي هو الباسورد الواي فاي، ونقدر نعمل اخفاء لشبكة الواي فاي، ونقدر كمان نعمل تغيير لاسم شبكة الواي فاي. كل اللي علينا هيكون سواء من على الموبايل او من على الكمبيوتر او اللابتوب، هتفتح متصفح جوجل كروم او اي متصفح هيكون عندك، وهنبدأ نكتب 192.168.1.1 وهقول انتر. تمام. لو فتح معايا بالطريقة ديت، تمام، الاتصال بهذا الموقع الالكتروني ليس خاصا. تمام. فانت ما تقلقش خالص لو جات لك الصفحة دي. كل اللي عليك لو جات لك اعدادات متقدمة او متقدم بس او اعدادات بس، هتبدأ تضغط عليها بالشكل ده وهتقول متابعة الى 192.168.1.1 هيفتح معاك بالشكل ده. تمام. هنا بقول لك ويلكم تو اتش 188 بليز لوج ان. طبعا هنبدا نكتب هنا اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد امسك الراوتر بتاعك اقلبه في الظهر، هتلاقي حاجه اسمها يوزر نيم وباسورد، هتبدا تكتبهم هنا وهيبدا يفتح معاك الصفحه. طبعا هنكتبهم ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد هنبدا نضغط على لوج ان. هيبدأ يفتح معانا الراوتر بالشكل ده. هنضغط على حاجة اسمها لوكال نتورك. من لوكال نتورك هنبدأ نضغط على دبليو لان. من دبليو لان هيبدأ يظهر معانا بالشكل ده. نضغط على دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن، هنضغط عليها بالشكل ده. تمام. هيظهر معانا الشبكات اللي هي موجودة معانا. طبعا انا فاتح شبكتين واي فاي، شبكة اس اس اي دي 1 وشبكة اس اس اي دي 2. تمام. انت بقى اي شبكه هتختارها هتبدا تعمل على الاعدادات اللي احنا هنعملها، سواء شبكه اس اس اي دي 1 او 2 او 3 او 4 في شبكه 2.4، او الشبكه بتاع جيجا بتاع 5 جيجا هرتز 5 جيجا هرتز اللي هي اس اس اي دي 5 او 6 او 7 او 8. ايا كان الراوتر بيدعم الشبكتين اللي هي 2.4 او ال 5 جيجا هرتز. تمام. فانا بالنسبه لي اي حاجه انا هعملها دلوقتي انت تقدر تطبقها في اي شبكه. طبعا انا فاتح شبكه اس اس اي دي 1 واس اس اي دي 2، وعندك اس اس اي دي 3 قافله واس اس اي دي 4 قافله. انا ممكن اجي عند اس اس اي دي مثلا 4 وابدا اقول لها اون. كده انا فعلت الشبكه معايا. مجرد ان انا هضغط بالشكل ده كده هيبدا يظهر معانا الاعدادات. هنا طبعا اس اس اي دي نيم، هنبدا نكتب هنا اسم الشبكه. ده اس اس اي دي نيم، ده اسم الشبكه اللي بتظهر سواء في الموبايل او في اللابتوب او الشاشات. اي حاجه بتلقط واي فاي الاسم ده اللي هيظهر في اي حاجه لقطه واي فاي. تمام. او متصله بواي فاي، يعني لقطه شبكه واي فاي. تمام. طيب ممكن اجي اكتب مثلا وليكن اسميها عمرو. تمام. انا كده سميت اسم الشبكه بتاعتي اسمها عمرو. تمام. طيب هنا في حاجه اسمها اس اس اي دي هايد. اس اس اي دي هايد دي خاصه باخفاء الشبكه. تمام. يعني هي معمول عليها اوف كده، يبقى الشبكه هتكون ظاهره لاي حد. طب انا عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي، فهحدد على اون. تمام. بالشكل ده. تمام يا شباب. بعد كده هبدا اختار على الخيار الثالث ده واختار اقوى حمايه اللي هي دي. تمام. ماشي بالشكل ده يا شباب زي ما انتم شايفين. تمام. هنا طبعا الباسورد، هنا بيقول لك هتقدر تغير الباسورد بتاع شبكه الواي فاي. طبعا لو جيت كتبت مثلا الباسورد وليكن كتبته كده، فانا مش عارف انا كتبت ايه لان ظاهر لي نقط بالشكل ده كده، فانا مش عارف انا كتبت ايه. يمكن كتبت حرف زياده حرف ناقص، فخايف احفظ الشبكه فابدا افتح الشبكه ما تقدرش تفتح معايا ويكون الكلمه غلط. فكل اللي علينا هبدا اضغط على شو باسورد بالشكل ده. طالما جه شو باسورد فانا شفت الحروف والكلام ده كله بالشكل ده كده يا شباب. طبعا انا بوريك الطريقه، فكتبت اي حاجه. دلوقتي انا هوريك بقى ازاي تقدر تكتب كلمه قويه وكلمه كويسه جدا في الباسورد بتاع الواي فاي. تمام. هاجي ابدا مثلا وليكن هبدا اكتب عمرو، برضو عمرو. تمام. عفوا عمرو ات 1 2 شباك، وبعد كده اعمل حرف كبير. تمام. بالشكل ده عشان الكلمه تكون معايا قويه كده. انا سميت اسم الشبكه عمرو ات 12 شباك، حرف الايه كابيتال، حروف صمول، حروف صمول وحروف كابيتال، يعني حروف صغيره حروف كبيره ورموز وارقام عشان تكون الكلمه قويه معايا. كل اللي عليا ماشي هبدا اضغط على ابلاي. ابلاي كده هيبدا يحفظ معايا البيانات. لو انا جيت عملت كده
كده الشبكه متفعله معايا وهتكون لقطه. تمام، ضغطت كده كل الاعدادات اللي انا عملتها حفظتها بالفعل، وكده الاعدادات ديت اللي هتشتغل معايا في شبكة الواي فاي. سواء اسم الشبكة يكون عمرو، سواء تيجي تبحث عن الشبكة مش هتلاقيها الا لازم تكتبها بايدك، لان احنا عملنا اخفاء للشبكة. بعد كده اخترنا اقوى حماية، بعد كده عملنا تغيير لباسورد الواي فاي بطريقة سهلة وبسيطة. اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.